هاي ماي جلويز، عاملين ايه؟ النهارده فلوج يوم الوقفه واول يوم عيد وترويقه العيد وتوزيعات وحاجات تانية كتير هتشوفوها معايا في فيديو النهارده. بالنسبه لتجهيزات العيد للبشره والشعر والجسم هتلاقوهم في الفيديو اللي قبل ده. المهم دلوقتي ده كان شكل السرير طبعا، لان النهارده كان يوم الوقفه. عملت خلطه حلوه قوي قوي للشعر. جبت حمام كريم جيلو، حطيت عليه اللي هو الزيت بتاع 7 اويلز، وحطيت عليهم زيت جوز هند اختياري. وبعدها بدأت أقلب كويس جدا، وده كان شكلي صراحة، كان شكلي غريب بس كان حلو. وطبعا هنا كنا لسه مخلصين ترويق العيد بقى وكده. ودي الحاجات اللي استخدمها بعد الشاور، ودي الحاجات اللي استخدمها في الشاور. قررت اقسمهم عشان كنت متلخبطه. وده السكين كير، الحاجات دي انا ما حطيتهاش بس هستخدمها. ده الصن بلوك، وده جارني ميك اب ريموفر، وده ميك اب ريموفر باتس من دير، وده بوبي سيلمر ووتر. انا بعشقها، مبقدرش اقعد بيها، بقعد من غيرها في الصيف. وده سان بلوك بس ستيك، وده اي كريم. انا مش عارفه شكلي كان عامل ازاي، كنت مكشره ليه بس مش عارفه. المهم ده شان سوزنج جل بعشقه برضو وهنستخدمه كتير النهارده. ودي للسكراب وكمان بستخدمها مع الغسول. وماكسون ده انا مش هتكلم عن حلاوته، بجد تحفه 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 تحفه. ودي اللي هي بتفرد الماسكات، والله ما عارفه اسمها لا بالعربي ولا بالانجليش. وده الازاديه من الحبه الشباب برضو تحفه قوي. وده 3 4 5، لو فضلت اتكلم عن حلاوته من هنا لبكره يعني مش هوفي بجد. ودي فيس رولر، وده زيت الارجان، سيرم زيت الارجان. وبس كده خلاص. المهم بدأت ان انا ارتب الحاجة كده زي ما قلتلكم. وكمان بدأت احط شانسوزن جل كماسك كده 30 دقيقة، تحفة قوي وبيرطب قوي. انا عملت ماسكات كتير بس ما وريتكمش كلكم. المهم حطيت كركم التنظيف ده، انا جايباه من دبي. انتوا يا ريت ما تجيبوهوش، ما تعملوش في البيت. بس هتلاقوه في اماكن كتير. بدات اعمل سكراب، وعلى فكره انا هستخدمه في الشاور. وعملت خلطه الاسنان الفحم، هتلاقوها عندي على الاكاونت. وعملت سكراب الشفايف ده تحفه تحفه تحفه، وبيفضل شفايف بجد حمرا لبعد وقت طويل. وده غسول ساليسيليك اسيد، ده تحفه، غسلت بشرتي بيه بجد، بيشيل حبوب في ثانيتها. وبعدها حطيت ماسك الفحم ده وعلى فكره وانا بحطه انا ما كنتش خايفه خالص من اللحظه اللي انا هشيلها فيه، مع ان في ناس كتير بتقول ان هو بيوجع. وانا حطيته في العيد الصغير وانتوا كنتوا معايا بس ما كنتش خايفه قوي. بس لما انا كمان شلته بدري، سيبوه 20 دقيقه وحطوا طبقه تقيله. هو صراحه تحفه. كل الوجع اللي انا حسيته وانا بشيله كل ما افتكر هو طلع ايه او لا، يستاهل الوجع ده. المهم بدأت ان انا اشيله بالراحه. عايزه اقول لكم حاجه، انا عملت ماسكات كتير قوي بس ما صورتهاش. فانتوا ممكن تروحوا على الفيديو اللي قبل ده، تجهيزات العيد بالتفصيل للبشره والشعر والجسم. هتلاقوا كل حاجه بالتفصيل وتقدروا تعملوها انتوا كمان في الفيديو اللي قبل ده على طول لتجهيزات العيد. المهم انا دلوقتي طبعا كنت بتعذب زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه بس تحطوا طبقه تقيله، وكمان تشيلوها بعد 20 دقيقه كامله ويمكن اكتر كمان. انا شلتها قبل 20 دقيقة عشان ما كنتش صابرة، بس انتوا اصبروا. بعدها ده كان شكل بشرتي، كان عاجبني جدا جدا جدا. وكان عندنا اسبوع فكنت بتنقل من هنا لهنا عشان اساعدهم في الاسبوع. المهم اكلت سناك، انا محبش على فكره الكنتالوب بس كان محطوط. المهم بدات انقل الحاجه من الشنطه للسرير. دي كانت بيجامه العيد مش باينه بس هوريها لكم. وده لبس العيد اول يوم، ودي الحاجات اللي هستخدمها برضو اول يوم. لسه طالعه من الشاور حالا، الساعه 3:30 دقيقه بالظبط. البيجامه. سيبكم من المكان بس بجد عشان متوترة، ومفروض ان انا يعني البس 4، فالساعة 33 بجد، ب30 بجد. اهو يا جماعة دي البيجامة. هي فيها كمان جاية معاها بادي بس يعني ايه، انا هقلع الجاكيت عشان ابدأ احط الحاجات اللي هحطها على ايدي ورجلي، عشان لو فضلت بالجاكيت كده مش هعرف اعمل حاجة. فمش هعرف اصور لكم قوي، بس انتوا عارفين انا هعمل ايه وهحط ايه. انا صورت لكم عشان تبقوا عارفين انا هستخدم ايه تاني، قلت اوريها لكم تاني. جماعه حطيت من سيرم فينو اللي كلكم عارفينه لان انتوا بتشوفوه على تيك توك، وحطيت البكرات اللي انتوا برضو عارفينها لان عملتها معاكم على تيك توك قبل كده. وعايزه اقول لكم ان الفرشه اتكسرت تمام جدا، دي اقل حاجه. بدات في شعري وهبدا جسمي. الساعة 3:37 استخدمت لحد البودي اويل ده، يعني استخدمت بالظبط 3 حاجات، لسه مليون حاجة. حاليا يا جماعة انا في بودي اويل، بعيدا عن شكلي، حاليا انا في بودي اويل يارا خلاص. وقربت اخلص، قربت اخلص بعد 700 بودي اويل، 700 مرطب، قربت اخلص. بعمل ايه بقى؟ بحط كل 3 كده او 4 من ده عشان مش يدفن اللمعة. هو عشان يخلي، فاهمين يعني، ما يخليش طبقات طبقات طبقات، لا
يا جماعه البتاع ده حلو قوي للرجلين بجد، اسمه هو اصلا هيل ستيك، جيبوا اي نوع بقى، مش مكتوب عليه النوع بتاعه ولا ايه. المهم كنت جايباه من تيمو، انتوا ممكن تجيبوه من اي مكان، وهو اسمه هيل ستيك، رائع 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 رائع. يا جماعه حطيت من اللي هما الباتشز دي، واحده هنا واحده هنا، بس مش هيبانوا في الكاميرا، واحده هنا. جماعه الساعه حاليا 53 دقيقة. جماعه بحاول انجز على قد ما اقدر، بجد انا بلف حنين نفسي. ارخم حاجه فيه بقى، هسيحه بقى على بقي، بيرطب تحفه بجد، تحفه قوي، وصغنطوط كده قوي، وفي نفس الوقت يقعد معاكي 700 سنه. هو بس علبته هي اللي كبيره، وانا صراحه بحب احافظ عليه في علبته. مش عارفه انتوا سامعيني اصلا ولا لا، ومش قادره اركب المايك خالص خالص. يا جماعه انا خلصت، بس عايزه احط المسك اللي هو بالفانيليا ده، وعماله احاول افتحه مع ان هو بيتفتح على طول، بس انا ايدي بتزحلق. الحمد لله بعد 700 سنه فتح. هتقولي بتعملي صوابعك ليه؟ المفروض تعمليه كده. اقول لكم انا حره، بهزر. معرفش، هو انا كنت مستعجله وعملته كده. عدت على خير بقى. انا مش واخده بالي ده كله ان انتوا شايفيني اصلا بالبتاع دي، ده هحط على جسمي كله. يا جماعه دور الشيت ماسك هحط ده. ناس كتير قالت عنه ريفيوهات وحشه، وناس كتير قالت عنه ريفيوهات حلوه، بس الصراحه انا عجبني قوي قوي، يعني عجبني بجد، عجبني. بقول لكم ايه، هحطه دلوقتي، مش حاسه ان انا المفروض احطه دلوقتي، خلاص مش هحطه دلوقتي، هحطه لما اصحى قبل الميك اب كده، هيدي جلوي قوي. بس عايزه اوريكم حاجه بس عشان تعرفوا ان انا لسه ورايا موال. اول ما اصحى هتقولي انت هتصحي امتى، اقول لكم 4 الساعه 3:57، يعني انا مش هنام، بس 4 يعني 4 او 4:05 يعني، ما اظنش. كنت كل 5 دقايق حرفيا اصور لبس دول الكواليس. انا داخله بقى عشان تعبت بجد، حتى لو 5 دقايق هيفرقوا معايا. وطبعا ما نمتش خالص، انا لسه بروح افتح الباب الاوضه اللي هنام فيها، رنوا عليا قالوا لي البسي بسرعه عشان نتحرك، فدخلت لبست. كان عاجبني قوي لبس العيد، بس عايزه افكركم بحاجه، عيد اضحى مبارك، ينعاد علينا كلنا بخير يا رب. المهم نزلت، طبعا كانت الدنيا لسه مظلمه، بس ما صورتش. نزلت مع ريتاج وريماس، حرفيا ما بعدتش عنهم العيد خالص. قولوا لي رايكم في الاوتفيت، وقولوا لي رايكم في ضوافري والاكسسوارز. وزي ما انتم شايفين كده كان ده الاوتفيت كامل. مش عارفه صورت الهيلز ولا لا صراحه، بس كان عاجبني شكلي قوي، كان الميك اب عاجبني قوي، الحلقه عاجبني قوي. وقولوا الريتاج كمان ان شكلها كان تحفه، لان هي مش مصدقه شكلها كان رائع. الضوافر كانت عاجباني قوي يا جماعه، والميك اب كان عاجبني جدا جدا، هو ما كانش باين قوي في الكاميرا، وتصورنا كلنا. للاسف ملك ما كانتش باينه، بس كان معايا ملك ورهف، ووزعنا توزيعات العيد كل واحد 10. وزي ما شايفين ده اعتبروه كواليس. ورحت لعمته عشان اشوف اللي هما الذبيحه يعني وكده، ورجعنا اتصورنا تاني بعد ما شفت الذبيحه، ونمت حبه حلوين عشان ما كنتش نمت، كان بالنسبه لي كل يوم واحد. اتصورت مع العائله الكريمه، وبس كده، باي. هتوحشوني قوي قوي، واستنوا فلوج تاني وتالت يوم العيد. بحبكم قوي، باي.